السلام عليكم، شلونكم حبايب قلب؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. رمضان كريم عليكم ان شاء الله، وعلى الأمة الإسلامية وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين. طبعا ما أعرف شنو اللي أقوله وشون أهنئ، بس يا رب إن شاء الله يكون شهر خير وتكملوه بخير انتو أحبابكم، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. هنا أنا هسه مثل ما تشوفون يعني الحمد لله والشكر، قلنا خلينا نطلع نجيب كم شغلة. هو رمضان فرحة، وإن شاء الله الله يديم هاي الفرحة علينا. بس يعني حاولت إنه أجيبن بس الأشياء اللي أنا محتاجتهن خلال هاي الفترة، وما جبت كميات. أنا الصراحة انتو شايفين كل مرة أني يعني أجيبن أشياء هواي، بس الحمد لله والشكر يعني إن هذني أصلا كلش كافيات اللي أني أخذتهن، وكل شي يعني قريب نقدر نجيبهن إن شاء الله لو احتاجينا. هسه هنا أنا مثل ما تشوفون يعني سويت لكم جولة بسيطة بالمجمع هذا. احنا رحنا المكان دائما تشوفون المنطقة اللي أنا بيها هو أكبر يعني شلون نقول أسواق، هو هذا اللي موجود بيها أكبر أسواق نقدر نروح نجيب بيه كل شي احنا نريده. هنا أنا هسه مثل ما تشوفون وياي راويتكم الصلصات، وهنا أنا هاي عندهم أنواع الخلطات يعني التوابل والأشياء يعني ما أعرف هم بعد موجودة. خلطة البشاميل، الزيتون، المخللات، ورق العنب، البصل المخلل، الثوم، الحمص، يعني هاي الأشياء. هو المجمع يعني مو كلش كبير، بس بي أشياء أحسن من باقي المحلات يعني، ويسوي عروض، يسوي أسعار يعني شوية يخفض. هنا أنا يعني قاعد أدور أشوف شنو اللي أريده. وهنا هذا كله بط. هذا البط طبعا أوزان من 4 كيلو ل2 كيلو تقريبا، تقريبا أقل كيلو، 4 كيلوين. هنا أنا البنات دا تشوفوهن يعني يحاولن يتعاركن. هنا احنا شفنا فقلت تعالوا خل أراويكم. عندهم هاي المعكرونات طبعا، وعندهم الاندومي. ف فقلت اخذكم جولة بالمحل لحتى ان شاء الله اني اراويكم اياه من اروح للبيت. هنا دا تشوفون كرش رجلي منور 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 ابو شهد. من بعد ما خلصت طبعا هنا أنا هذا المحل اللي وقفنا يمه، هو هذا الاسواق. ما قدرت كله اصوره طبعا كلش ازدحام، ما ادري ليش ما مبين. هنا أنا هاي كراتين رمضان يشتروهن، حاطين بيهن اشياء ما اعرف عدس فاصوليا شنو الاشياء حاطين بيهن. هنا أنا الكرزات والحلويات والكل شي برا حاطين. هنا هسه مثل ما تشوفون وياي هسه اراويكم كل الاشياء اللي انا جبتهن. وهسه اكيد اول ما انتبهتوا لسطرة الاندومي قلت خلي اراويكم اياهم. طبعا هذني مو كلهن الي، من كل واحد واحد إلنا، والباقيات كلهن اضمهن. بس هاي الاندوميات كلهن اني اريد اخذهن وياي للعراق ان شاء الله. هاي اكو انواع ما موجودة بالعراق، وبالاخص الابيض موجود بس غالي. يعني ما تتوقعون هذا الاندومي الأبيض أغلى واحد بيهم اللي هو ب4 دينار تقريبا، والباقيات بنص ربع، ب200 دينار. يعني أسعارهن رخيصة، فقلت أراويكم إياهن وبعدين أشيلهن أضمهن كلهن مناكلهن. هنا أنا جبت أني خلطة البشاميل، وجبت معكرونة كيس معكرونة صغير، وجبت بانية هاي مجمدة. هي مو حلوة البانية وكبيرة، بس يعني تفي بالغرض، واحد يعني على مود المشتهاية. جبت لي كرتونة ماجي يعني أني أستعملها. الماجي شوفوا هنا عندهم الماجي هيجي يكونون أشرطة، مو باكيتات وبيهن مربعات مربعات مثل اللي عندنا. وهذا يصيحوا له لسان عصفور، مو برغل ولا تمن، هذا لسان عصفور نوع من أنواع المعكرونة. دائما لو تشوفون المصريين يقولون شوربة لسان عصفور، هي هاي لسان العصفور يعني شي صغير مثل الحنطة. هنا أنا جبت التمن، هذا الرز المصري. طبعا الرز المصري صاير أسعاره مفترين بيه. وجبت طحين، وجبت هذا دجاج ستريبس، هذا صدور دجاج يعني ومسويها مثل الكنتاكي، هي ستريبس. وهذا هنا البانيه هم صدور دجاج.
بس توقعت انه جايبة السبايسي بس طلع الاوريجينال يعني ما بي سبايسي، واحنا نحب سبايسي بس قلت يلا مو مشكلة واحنا نسوي للبنات. وهنا أنا هذا الأكباس للبنات. شوفوا هذا الشيبسي والشيتوز بالعراق هم كلش غاليات، هنا أنا بربع. تشوفون هذا الكيس الكبير بربع. وجبت كزبرة ناشفة وجبت حليب ناشف، هذا الحليب يعني هذا الموجود كان. وهذا ذرة فشار. وجبت فول يعني مقشر يصيحوا فول مدشوش. وجبت لوبيا، هاي لسه بزي اللوبيا ما عندهم لوبيا حمراء. وجبت سمسم محمص. وجبت هذا القيسي احنا نصيح له او المشمش القيسي بس اكو انواع يعني صغار. وهذا الفلفل الاسود وكمون. الكمون والفلفل الأسود ذني على نص ربع نص ربع. والحمص نص كيلو، بس العدس جبت كيلو. والتمن الهندي العدس هذا جبت كيلو، أنا عندي شوية. والتمن الهندي هذا الحباية الطويلة، هذا أحسن نوع موجود يعني هنا عندهم. جبت لي من عنده كيلوين. وجبت شيبس قلي. وجبت البيكين باودر والفانيليا. وهذا صوص اسمه صوص الرانش. صوص الرانش أنا أول مرة يعني أشوفه، وراح نجربه إن شاء الله، نجربه بالأيام اللي جاية. وجبت الكاتشب. ردت الدبة كبيرة الكاتشب بس يعني ما لقيت من عندها. وجبت ذرة حلوة من أريد أسوي مقبلات أو أسوي شي، يعني أنا أحب الذرة الحلوة بالأخص ويا الكورلسلو. ومعجون وحدة جبت. وجبت هذا الفينتو ما ادري فيمتو اي، جبت من عنده. هم صراحة سعره رخيص ب27 جنيه، يعني عندنا هم سعره غالي كلش. وهذا فول. وجبنا انواع لانشون هنا. انواع اللانشون اللي موجودة جبنا 3 انواع. هاي جبنة بيضة ملح خفيف. هاي طبعا الجبنة طيبة شلون جبنة العرب عندنا بس يعني شوية مختلفة. هاي الجبنة الرومي كلش أحبها. طبعا أول مرة واحد من يجربها ما يحبها، بس بعدين كلش يحسها طيبة. عندهم أنواع أجبان كلش طيبة. وهذا اللانشون اسمه ذاك المراعي. وهنا هذا الحلواني اللانشون. وهذا هم تقريب حلواني. هم قلت لكم انواع لانشون هواية عندهم. وهذا كل الاشياء اللي جبناهن يعني الرمضان. والحمد لله والشكر، ويا رب ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. والحمد لله والشكر يعني الله وفقنا وجبنا هاي الاشياء. ويا رب يكون رمضان خير عليكم وصحة. مع السلامة.